تفتكر عصير البرتقال صحي فعلا ولا احنا فاهمينه غلط؟ جسمك واقف في المطبخ، 3 برتقالات قدامه، حاجة بسيطة بس تأثيرها جوه جسمك مش بسيط خالص. أول ما البرتقال يدخل الخلاط الموضوع بيتحول من فاكهة لعامل مؤثر. رشفة واحدة والعصير ينزل في المعدة، سهل الهضم، غني بفيتامين سي، لكن برضه مليان سكر طبيعي. لو استخدمته صح يخدمك، ولو زودت يتعبك. العقل يستقبل الإشارة، طاقة سريعة وتركيز أعلى، بس من غير نظام التركيز ده بيقع فجأة. الكبد يشتغل ينظم السكر ويحاول يوازن اللي داخل، وهنا الفرق بين جسم ماشي بنظام وجسم ماشي بعشوائية. الكلى تنقي، الصدر يتفتح، الدم يتحسن والمناعة تستفيد، الطاقة تعلى والجسم يبقى جاهز للحركة. بس السؤال الحقيقي، هتستغل الطاقة دي صح ولا هتضيعها؟ في التمرين العصير يدي دفعة، لكن مش هو اللي بيبني الجسم. اللي بيبني بجد نظام غذائي مظبوط، تمرين متحسب، ومتابعة شخصية تخليك ماشي صح كل يوم. وعشان كده الفرق بين واحد جسمه بيتحسن وواحد واقف مكانه مش المشروب، الفرق في الخطة. لو حابب جسم صحي سليم سواء راجل أو ست، بنظام غذائي يومي وتمارين في البيت أو الجيم ومتابعة شخصية تخليك مكمل 90 يوم من غير ما تضيع، كل تفاصيل موجودة في المكان اللي انت متعود تشوف فيه الحل دايما، والقرار في الآخر قرارك.